بتتجسس على تليفونه المحمول كل يوم وتدخل تقرا كل رسائل الواتساب بتاعه عشان تشوف مين اللي بيكلمه بالظبط. بداية علاقتهم كان سبب كشف على أسنانها، وساعتها رفض ياخد منها فلوس. قال لها انت زي أختي صغيرة، فدمها اتحرق بسببه لأنها كانت معجبة بيه. فتعالوا معي أعرفكم قصة حب نانسي عجرم وجوزها فادي الهاشم وإزاي تم جوازهم. خلال لقاء تلفزيوني حصل من كام سنة فاتوا في حلقة برنامج كل يوم جمعة، راح الإعلامي عمرو أديب اتكلم بكل عفوية وسأل نانسي عجرم عن طبيعة علاقتها بجوزها فادي الهاشم، وهل هي بتفتش في تليفونه ولا لأ؟ قال لها يعني مش بتبصي في الموبايل بتاعه وبتفتشي وراه؟ ردت المطربة اللبنانية الجميلة نانسي عجرم ساعتها وقالت لا، أنا مش ببص في الموبايل بتاعه لأن القصة ثقة فيه وفيا، هو عمره ما فتش ورايا وهو مطمن جدا، والرومانسية بينا بقالها 11 سنة. ساعتها رد عليها عمرو